السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في مطبخنا مطبخ نادي العمدة. هنشف معاكم النهاردة الملوخية بالطريقة الصعيدي بتاعتنا اللي هي لازم تكون خضرة. وإيه السر إنها بتكون خضرة وجميلة مش زي اللي بنجيبها من عند العطار؟ أول حاجة بعتذر عن صوتي عشان عندي برد، معلش. وياريت قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين. ويلا نبدأ. انا جبت هنا الملوخية الناشفة ما ينفعش تتغسل. انا جربتها غسلتها ونشفتها، طلع طعمها كده يعني غريب عن الملوخية اللي احنا عارفينها، كأنها شربت مية، والمية يعني ايه، عملت عطن فيها او كده. هي شكلها مفيهوش اي عطن، بس كان باين في طعمها. فانا بجيب الملوخية كده من الغيط. ملوخية حلوة، يعني الملوخية دي أنا اتأخرت في التنشيف عشان ما كنتش فاضية. يستحسن تنشفي في وسط الموسم كده لما بتكون الملوخية الورقة بتاعتها كبيرة. هترمي معاكي وبتكون رخيصة كمان. فانا هجيب الملوخية دي بطريقتين يعني. يا اما تقرطفيها كده وتشوفي هنعملها بعد ايه، يا اما تسيبيها بالعواد بتاعتها كده وتنفضيها وتنشريها. عفوا. فانا هقرطف الملوخية بتاعتي كده. يعني اي ورقة وحشة طبعا هنستبعدها زي ما بنقرطف للطبيخ بالظبط. بس يستحسن يعني لازم تكون ناشفة وتنفضيها كويس من التراب، على اساس ان احنا مش هنغسلها. وبعد كده هنعمل مرحلة مهمة هتنزل فيها اي تراب فيها، مش هتخلي تراب فيها خالص. يعني في ناس كتير بتحب الملوخية الناشفة، ومثلا في الصعيد بنعمل بيها مثلا بصارة وبنطبخها كده. آم، يعني في ناس بتفضلها وفي ناس مش بتفضلها. فدايما الملوخية الناشفة لازم تنشريها في الضلة، عشان الشمس بتخليها الورق بتاعها يصفر ويكون احمر في الطبيخ. فلازم الملوخية الناشفة تشوفوها معايا دلوقتي لازم تنشروها في الضلة، في أوضة كده يعني ضلمة أو مش مشكلة، يعني المهم بعيد عن الشمس تماما. بعد انا ما قرطفت كده كل الكمية اللي عندي، فرشت فوطة كده في أوضة عندي، وهفرش عليها ورق الملوخية ده. اهي الأوضة يعني مفيهاش أي شمس. يا دوب نور بسيط بيجي من الشباك. وهفرش فيه الورق ده وكل يوم كده هديها تقليبة، علشان اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، علشان يكون ناشف ما فيش حاجة تيجي على حاجة وتعمل عفن. لو انت عايزة تقرطفيها ماشي، ما عندكيش وقت انفضي العواد وقطعي الجذوع بتاعتها ونشفيها بالعواد. اهو دول شوية انا يعني زهقت في الاخر صراحة، ورحت نشرتهم بالعواد بتاعتهم عادي خالص، مفيش اي مشكلة. كله هينشف، وهتمسكي العود كده وتنزلي منه كل الورق الناشف اللي فيه وهتطلعيه بكل سهولة. بس هي الملوخية بتاعتي نشفت خالص. انا الجو حر عندي ما خدتش غير يومين. بعد ما نشفت كده الملوخية هنبتدي نوضبها علشان يعني للطبيخ. يعني انا هوضبها دلوقتي وهخزنها يعني لحد ما يجي وقتها. احنا بنقول بالصعيدي هنا على توضيب الملوخية ده نكرمها. فهبتدي كده هجيب منخل سلك او مصفاية سلك او اي حاجة، وهبتدي احط فيها الورق كده وافرك بايدي. هينزل كل الورق وهيقعد الحطب والحاجات
الخشنة دي اللي ما ينفعش تدخل في الملوخية في المصفى فوق، طبعا هتترمى. نزلي كل الورق وخلي العواد واي حاجة تتعزل في المصفى ارميها. اهي شايفين لونها اخضر ازاي وجميل. عفوا معلش تعبانة خالص، بس ما حبيتش اغيب عنكم كتير. هتبتدي تفركي كده كل الكمية اللي معاكي، حابة تشيليها ورق زي ما هي وتعملي كده كمية مثلا قليلة على حسب احتياجك وعلى حسب ما تحتاجي، يعني براحتك خالص. يكون افضل لو هتخزنيها لفترة طويلة ورق علشان ما تسوسش او ما يحصل لهاش حاجة. يستحسن لو انتي هتشيليها يعني لفترة كبيرة او عندك مثلا جو حر عشان ما يتسوتش او يكون فيها سوس يعني او حاجة، خليها ورق كده، حطيها في كيس واربطيه وحطيها في اي دولاب خزين عندك. يعني انا بعمل كمية احطهم في برطمان، ولو كانت الكمية زيادة بخليها ورق زي ما هي. هبتدي كده انا افرك كل الكمية اللي عندي. بعد كده هجيب المنخل بتاع الدقيق، بنقول عليه بالبلدي الغربال، وهبتدي انزل كل التراب اللي بيبقى في الملوخية. للأسف المقطع بتاع الغربال ما وضحش. بجيب غربال الدقيق ده وبحط فيه الملوخية وبغربلها كده عشان تنزل اي تراب. بعد كده بتخلص من كل الناعم اللي بينزل ده من الغربال. بجيب بعد كده طبق وابتدي اهوي الملوخية عشان اي عودة او اي حاجة تخرج لي بره، واي والملوخية اللي هي الصالحة للطبيخ تنزل على الصينية. اهي كده الملوخية بتاعتي جاهزة. هعمل معاكم مرة تاني حركة الطبق دي. اهو انا حطيتهم في غربال الدقيق ده، يعني ايه، غربلتهم كده زي الدقيق. وبعد كده نزلت منهم الناعم والتراب والحاجات اللي جات من الجو، عشان احنا من الاول ما غسلناهاش، فكل التراب والحاجات دي بتنزل في الغربال. هبتدي اهوي كده بالطبق بتاعي. شايفين في عوادة هي رجعت لورا، والملوخية الحلوة طلعت لقدام، هتنزل على الصينية. وهي دي كانت طريقتنا في الملوخية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم، وهسيبكم مع الفيديو.